ويا مرحب بكل المهندسين الأحباب. واليوم جايب لكم ملخص فيلم ذا براستي بوت، وبالعربي معناه إبريق الشاي النحاسي. وبطلب منك يا مهندس تركز بكل لحظة وتكمل الفيديو للآخر لأنه ملخص مشوق فعلا. وبيبدأ فيلمنا بزوجين واسمهم جون وأليس، واللي بيكونوا يعانوا من مشاكل مالية، وبيكون جون أداؤه سيء في شركة المبيعات اللي بيشتغل فيها، حتى إنه المدير تبعه بيهدده لو ما حسن من أدائه فحيطرده من الشغل. بينما مراته أليس اللي بتكون دارسة جامعة ومعاها شهادات بتفشل بكل مقابلات العمل اللي بتقدم لها، يعني وضعهم من الاخر بيض. ولما ترجع أليس للبيت اللي مستاجرته هي وجون، بيجي صاحب البيت اللي اسمه إيري، واللي بيكون زميل أليس السابق بالثانوية، وبطالبها بأجار البيت. وبيحكي إيري انه مصدوم بوضع أليس السيء، لانه بالمدرسة كانوا الجميع يتمنوا لها مستقبل باهر، بس الخيال غير الواقع للاسف يا صاحبي. وبيفقد أليس وجون الامل تماما لما يشوفوا انه حسابهم البنكي اصبح فيه دين $45 بعد ما دفعوا الاجر لإيري. وباليوم الثاني بيروح جون وأليس ليشتروا من البقالة، وفجأة بتخبط بسيارتهم شحن، بس الحمد لله ما حدش منهم اتأذى. وبينما هم على طرف الطريق بتشوف أليس متجر أدوات أثرية جميل بتديره امرأة كبيرة بالسن، وبتكتشف هذه الامرأة أليس لما فاتت لمتجرها، وبرن الهاتف فبتروح المرأة لترد عليه، وبتستغل أليس الفرصة وبتسرق إبريق الشاي النحاسي وبتهرب من المتجر. وباليوم الثاني وبينما أليس بتحضر لمقابلة العمل القادمة، بتأذي أليس نفسها بآلة لف الشعر. والله يا صبايا ما اعرفش ايش بتسموها، اكتبوا لنا بالتعليقات ايش اسم هذه الآلة. وفجأة إبريق الشاي بيبدأ ينتج فلوس، وبتكتشف انه هذا الابريق بينتج فلوس على قد الوجع والالم اللي بيتعرض له صاحب هذا الابريق. طبعا صاحبتنا أليس بتبدا تضرب بنفسها لتخلي الابريق ينتج فلوس اكثر. وبنشوف المدير لما استدعى جون وطرده من الشركه بسبب ادائه السيء، وبيشعر جون بالاحباط الشديد، وبيحكي لأليس انه تم طرده من الشركه. بس أليس بتحكي له ولا يهمك، شوف هذا الابريق شو حيعمل، وبتديه شلوط بين جريه، والابريق بيبدا يشخ فلوس. دمرت مستقبله علشان الفلوس. وبتشرح له أليس كيفيه عمل هذا الابريق، بس جون بيحكي انه خايف على مراته انها تتاذى بسبب هذا الابريق. وبقرر جون بالاخر يرجع ابريق الشاي للمرأة العجوز، ولكنه بيتفاجأ انه متجر الادوات الاثرية مغلق للابد. وبحاول هذا الحمار انه يبيع ابريق الشاي بمزاد علني، والله ما شفتش حمار زيه بكل حياتي. وفجأة واحد اسمه دكتور لينج بينصدم لما يشوف اعلان جون لبيع ابريق الشاي على التلفزيون، وبيكون عارف انه ابريق الشاي هذا له قوة سحرية. وبيحكي جون لمراته بانهم حيستخدموا هذا الابريق لدفع كل الفواتير والديون اللي عليهم، وبعدها حيبيعوه، وبيقدروا بالاخر يدفعوا كل الديون اللي عليهم من خلال قدرة هذا الابريق العجيبة. وطبعا لازم يكون في تشوك احب الفيلم. وبيوم بيهجم 2 يهود على جون وبيضربوه، وبيحكوا له انه ابريق الشاي اللي سرقه بيكون لجدتهم اللي ماتت قبل ايام، وبيطالبوه انه يرجع لهم اياه. وبتخبي أليس ابريق الشاي بسرعة، وبتحكي بينهم باعوه، وبتعطيهم الفلوس، وبصدقها اليهود وبيطلعوا من البيت. وبقرر جون وأليس يدوروا عن اصل وتاريخ ابريق الشاي بالمكتبة، وبتلقى أليس بالاخر كتاب بيحكي انه ابريق الشاي هذا خطير جدا. فبتمزق أليس ورقة التحذير من الكتاب علشان جون ما يكرهاش ويخاف. وبعد عدة أشهر من استخدام إبريق الشاي، بيقدر الاثنين بالآخر يشتروا بيت أحلامهم وسيارة، بالإضافة إلى كل ما يحلموا فيه. معرفش كم كلفهم هذا من إيذاء أنفسهم، أترك لكم الخيال يا مهندسين. وبيوم من الأيام بيجي عندهم الدكتور لينج، وبيحكي لهم بأنه معجب بإبريق الشاي هذا وبأنه عاوز يشتريه، بس جون وأليس بيرفضوا يبيعوه. وآخر شيء بيحكي لهم لينج أعطوني الإبريق ولا حتصابوا بالأذى. بس أليس بتسكر الباب بوشه وبتحكي له انقلع. بس أليس وجون بيشعروا بالفضول بعدها ليعرفوا عن هذا الابريق اكثر، فبروحوا لعند لينج وبيعتذروا منه، وهو بيحكي لهم عن تاريخ هذه الاداة الملعونة، وبانها بقيت بالتاريخ لمدة 2000 سنة، وبانه اكثر الناس شرا بالعالم استخدموها، والمشكلة الاكبر انها مؤذية جدا ولا يمكن تدميرها اطلاقا. وبيقسم لينج انه حيدمرها ليخلص العالم من شرها ويذاء الناس لانفسهم بسببها. ولكن أليس بيسيطر عليها الطمع وبترفض تعطيها للدكتور لينج. وبيوم بيقتحم اليهوديين بيتهم وبيسرقوا فلوسهم، وبيظهر انهم مش عاوزين ابريق الشاي ولكنهم عاوزين الفلوس اللي بيعملها، يعني بخلوا الناس تضرب نفسها واحنا نيجي نسرق الفلوس على البارد المستريح. صدق من قال انهم اقذر بشر في العالم. وبيضربوا جون وبيغمى عليه، وبتحاول أليس ترجع الفلوس، بس واحد من اليهود بيضربها على راسها فبيغمى عليها هي كمان. وبالصبح بتعصب أليس جدا لانه تم سرقة فلوسهم، وفوق هيك ابريق الشاي حاليا بينتج فلوس اقل من المعتاد. وبيوم بتكتشف أليس انه ابريق الشاي مش بس شغال عليها، هذا شغال برضه على الناس اللي بيتألموا من حواليها بنطاق قريب برضه. فبياخذ الاثنين ابريق الشاي وبروحوا على مباراة ملاكمة، وبرضه بياخذوه لعند امرأة عمالها تولد. وبيبدا الطمع يسيطر على أليس اكثر واكثر، وكانت على وشك انها تدهس انسان عابر للطريق، ولكن جون بيمنعها باخر لحظة. فبتعصب أليس من جون وبتحكي له انه بلا فايدة، وكلماته بتجرح جون من الداخل. فابريق الشاي بيبدا ينزل لهم فلوس، وبهيك بيكتشفوا انه الابريق بيقدر يعمل فلوس من الالم النفسي برضه، وبيستغلوا هذه الفرصة وبيعترفوا باسرارهم لبعض. وبيعصب جون لما يعرف انه أليس خانته مع زميلها إيري قبل ما يتزوجوا بشوية ايام. وبعدها بقرر الاثنين يدمروا
علاقات اصحابهم المتزوجين ليعملوا فلوس اكثر، وبيحكي لزوجة مديره السابق بالشغل انه بخونها مع رجل، يعني الزلمة الوان، فبتجن مراته والبريك بيعمل فلوس بسبب حزنها. وبعدها بقرر الاثنين يقولوا لزوج اخت أليس انه مراته كانت تخونه وبانه الطفل اللي عندهم مش ابنه، ولكنهم بيشعروا بالشفقة عليهم فبيلغوا خطتهم بتدمير علاقتهم. وبتكون أليس لساتها مش مكتفية بالفلوس اللي بيعملوها من الابريق، وبتقترح انهم يقتلوا رجل سيء ليحصلوا على كمية كبيرة جدا من الفلوس، وبالفعل بيجهزوا قبر لضحيتهم القادمة. ولكن جون بغير رأيه باخر لحظة وبيترك مراته وبيحكي لها انها صارت شيطانة رسميا. ولما يرجع جون للبيت بيكتشف ورقة التحذير اللي أليس شالتها من الكتاب قبل ما يقرأوه، وبالاخر بيهدد جون أليس وبيحكي لها بانه لو ما رجعتش ابريق الشاي للدكتور لينك فحيقفز وينتحر. وبالاخر بيقدر جون يقنع أليس انها تتخلى عن الابريق، وبيظهر بانها بتحبه اكثر من الفلوس. وبالليل بيكتشف ايري بطريقة ما قوة ابريق الشاي العجيب، فبيتسلل لبيتهم وبيسرقوه. وباليوم الثاني بيروح جون وأليس لبيته، وهناك بيشوفوه مع حبيبته وهم يضربوا ببعض ليعملوا فلوس، وبيرفعوا على أليس وجون السلاح. وفجأة بيدخل الاثنين اليهود لبيتهم وبيطلقوا النار على ايري وحبيبته، وهو اللي سبب خروج كمية هائلة من الفلوس من الابريق، لدرجة انه اليهود وجون وأليس بيتفقوا يقسموها بينهم. وبالاخر بتعطي أليس الابريق للدكتور لينك، والدكتور لينك بيرمي الوعاء بنص البحر. وبقرر جون وأليس يتبرعوا بالفلوس كلها للمحتاجين، وبغادروا البلدة بسيارتهم القديمة. لو معك هذا الابريق يا صديقي شو كنت حتعمل؟ بتمنى تكونوا استمتعتوا بملخص فيلم اليوم. بتمنى تتركوا لايك، اشتراك، تفعيل زر الجرس لتدعموا هذه القناة وتدعموا نموها واستمرارها، واعملوا فولو لصفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك وسكر برضو. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة ان شاء الله. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.